هي الخيرات. انا عايز ارجع واكد تاني برضو مع بعضينا ان الناس اللي بتتصل وبتقول لي ان انا بدي ابني دواء كذا او فيتامينات كذا، او في ناس مرشحه لي ادويه كذا وكذا وكذا، وبتبعت لنا صور واسامي ادويه. آه، انا مستغرب. يعني حضرتك بتبعتي مثلا اسم الدواء ده، طيب لو بتنزليه على جروب او بتكلمي حد فيه او القصه دي كلها، الاخصائي حضرتك مش هيفيدك. دي حاجه. الحاجه التانيه، الاخصائي ملوش في قصه الادويه ولا يوصف ادويه، لانه ملوش دعوه اصلا بالقصه دي. وما انصحش اي وليه امر تجيب صوره ادويه او اسم دواء معين وتوريه لاخصائيه ولا اخصائي، لان حرام اكبر حرام ان انا كاخصائي مش دارس طب اوصف لطفل دواء. دي مش بتاعتي. حرام عليكم، اتقوا ربنا في الناس، علشان الدواء اللي انت بتوصفه ده مش تخصصك. انا دايما صدقوني بيجيني كمية اسئلة وكمية استفسارات على حتة الادوية دي. انا بقول انا مش بتاع دواء، احنا بتوع تمارين، بتوع تأهيل، بتوع تدريبات، حاجات زي كده. لكن علشان ان احنا نوصف دواء، لا. حرام عليكم، حرام عليكم. التخصص الدواء يروح للطب، سواء دكتور مخ واعصاب، انف واذن وحنجره، طبيب نفسي، طبيب اطفال، او في مشاكل مثلا في المسالك الموليه يبقى دكتور مسالك او بوليه، لو جهاز هضمي، لو مش عارف. كل شيء ليه تخصص. بلاش تحاولوا ان انتوا توصفوا حاجات مش بتاعتكم. انت مالك؟ ايه اللي يخليك تكلم ولية امر تقول لها كذا؟ بتبقى روحها في كلمه. شيل نفسك من القصه دي. تعتقد ان انت ربنا مش هيحاسبك على اللي انت بتعمله؟ لما تيجي توصف لام وتقول لها ان ابنك ينفع معاه كذا وكذا وكذا، وبلاقي كميه فتي ملهاش حل. انت مين انت عشان تفتي؟ انت شغلك كلام، شغلك تمارين، شغلك تخاطب، شغلك تنميه مهارات، تعديل سلوك، شغليه مثلا حاجات يعني وظيفيه. لكن انت ايه اللي خلاك تمسك دواء او تكتب دواء؟ انت مين عشان تكتب دواء؟ ويا ريت حتى في حاجه تانية كمان. لما تكون في ام شغاله مع ابنها في البيت، وما تحاوليش تضغط على ابنك مثلا ولا هو هيخرج صوت او حرف بالعافيه. الطفل بيخاف من منظر العصبيه اللي بتطلع عليه. اتعاملي مع ابنك بالراحه. الاستمراريه والصبر هيجيب شغل. ما تجيش مره واحده تقولي انا ابني مش ناطق، انا ابني ما بيشتغلش، ما فيش نتيجه ظاهره. لا، اصبري. اصبري ودي يعني ادي صبر شويه للاخصائي يبقى معاك. اشتغلي معاه في البيت. شغلك اكتر من الاخصائي، هو بيديك الفنيات، بيديك الطريقه وكل شيء. لكن ما تجيش تقولي انا ابني مش باين عليه